شنو العلاقة بين هاد كاس الثلج والريسك اسسمنت؟ هذا بلون. شنو العلاقة؟ اللي هي تقييم المخاطر بالعربية، فهمت؟ وكنا كنستعملوها في حياتنا العادية قبل من حياتنا العملية، يعني راه ساهل باللاوعي كتخدم بها. هادشي علاش باش عايش حتى لدابا ما انقرضتيش، يعني غير من كتبغي تحل شي بروجي كدير تحليل المخاطر، من كتبغي تخلق شي مشكل كدير تحليل المخاطر، فهمت؟ باش تعرف النتائج، واش غتربح ولا غتخسر. بهذا المعنى يعني حنا كنخدموا بهذا تحليل المخاطر باللاوعي ديالنا يوميا، عكس دري صغير يلاه كيكتشف المخاطر، يعني ممكن يؤدي براسو للتهلكه، عارفش يعرف ان راه داكشي خطير. هنا كندوي على نسبه الادراك والوعي بالخطر، سواء الخطر النفسي او الخطر الجسدي، يعني ما يدوخوكش. فهمتي؟ على كاس الثلج اللي دوينا عليه في الاول، نتمنوا تفهموا المقصود ديالي من هذا. فهمتي البلان؟